من أعجب ما أخبرني به أستاذ جامعي لنا في مدينة المنصورة، أقسم لي بالله وألزمني أن أذكر الأمة بهذا الموقف، وقد ذكرت به مرارا وتكرارا في لقاءات كثيرة. أقسم لي بالله أنه ابتلي بمرض في قلبه، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ابتلي بمرض في قلبه، قال وأصرت الأسرة أن أسافر إلى لندن للعلاج. قال وهنالك في لندن قرر الأطباء بعد الفحوصات الأولية قرروا جراحة عاجلة لتوسيع شريان من الشرايين الخطيرة أو المهمة، وقالوا بأن الجراحة عاجلة وإلا فحياتك معرضة لخطر حقيقي. قال لي هذا الأستاذ الجامعي، فتفكرت وما كنت أتصور أن الأمر كبير إلى هذا الحد. قال فقلت لهم هل من الممكن أن أعود إلى بلد مصر لمدة يومين أو 3 لأنهي بعض أعمالي المهمة ولأضع بعض الوصايا ثم أعود للجراحة؟ قالوا لا بأس، وأعطوه علاجا ودواء حتى يعود إلى لندن مرة أخرى للعلاج. يقسم لي بالله، يقول والله يا شيخ محمد قبل السفر بيوم أجلس مع صاحب لي في مكتبه الخاص وأنا مهموم وفي غاية الحزن والألم. قال فنظرت في الناحية الأخرى فرأيت أما كبيرة، رأيت أما كبيرة قد تجاوزت 70 تقريبا من عمرها، إلى جوار رجل جزار يبيع اللحم. إذا سقطت قطعة عظم أو قطعة دهن أو قطعة جلد، قال وجدت هذه الأم الفاضلة عظف معها. قال فخرجت من مكتب صاحبي وناديت عليها تعالي يا أماه، تعالي يا أمي أنت بتعملي إيه؟ قال فبكت وقالت له يا ابني أنا عندي 7 يتامى، يتيمات بنات عندي 7، والله يا ابني ما داقوا طعم اللحمة بقالهم أكتر من 6 شهور، وأنا بجمع لهم أي حاجة، حتة عظمة حتة لحمة أي شيء. قال فبكيت وقلت لها أنت عاوزة قد إيه لحمة يا أمي؟ قالت نص كيلو يا ابني. قال نص كيلو ل7 بنات ل7 يتيمات؟ نص كيلو. قالت نص كيلو، عاوزة نص كيلو بس. قال فبكيت، نص كيلو احنا كل يوم بنرمي لحمة في الزبالة أو في سلة المهملات، نص كيلو ل7 بنات يتيمات. قال فقلت للجزار اقطع لها 2 كيلو، اقطع لها 2 كيلو. قال فقطع 2 كيلو، وقلت للجزار الست دي هتجيلك كل أسبوع اديها 2 كيلو، حساب سنة مقدما كام؟ قال قد كده. قلت اتفضل، ودفع له حساب سنة كاملة مقدما. قال فبركت الأم على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء وظلت تدعو الله عز وجل لي بدعوات خلعت قلبي. قال فعدت إلى صاحبي وأنا أبكي لكنني أشعر بفرح يملأ قلبي بعدما كنت أشعر بهم وحزن لا يعلمه إلا الله. قال ثم عدت إلى بيتي وطرقت الباب ففتحت لي ابنتي الجامعية ونظرت إلى وجهي فقالت ما شاء الله أراك سعيدا يا أبي وأراك فرحا مسرورا، ما الذي حدث؟ قال فذكرت لها ما حدث. قال فبكت ابنتي هي الأخرى ورفعت رأسها إلى السماء وقالت يا رب اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. قال والله يا شيخ محمد لو قالوا لي في نفس اليوم فيه بيت بيتهد وعاوزينك تهده ههده، وأنا مريض القلب أشعر بقوة ونشاط وسعادة، لكن الأسرة أصرت أن أسافر إلى لندن لإجراء الجراحة.
قال وهنالك في لندن بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل. قلت ماذا حدث؟ قال نظر إلي الطبيب نظرة ثم تعجب فقال أعيد الكشف. قلت تفضل. فأعاد الكشف فتعجب وازداد عجبه أكثر. قال نعيد الفحوصات. قلت أعيد الفحوصات. قال فأعادوا الفحوصات وأعادوا الأشعات. ثم صرخ الطبيب في وجهه وقال ماذا صنعت؟ قال ماذا؟ قال الشريان الذي كان يحتاج إلى توسعة اتسع، لا يحتاج إلى جراحة. ماذا صنعت في هذه المدة؟ قال فبكيت وقلت تاجرت مع الله جل وعلا فأكرمني الله عز وجل وشفاني الله عز وجل. بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي